أهلا. بس أهلا. ده فيديو جديد، يعني بنحاول است- نعدل الدنيا دي شوية بس نرجع. يعني إيه هو نضيف ده كده بس تمام زي الفل. ده فيديو جديد. يعني في حاجة للأسف يعني بقيت أشوفها كتير قوي على السوشيال ميديا وخصوصا في الشورتس، يعني اللي أنا بشوفها على يوتيوب، اللي هو في دايما فيديو كده بيطلع لي في نص الفيديوهات، اللي هو مش عارف ببقى في حاجات كده غريبة يعني بتحصل لي، اللي هو بيحصل لي ايرور كده، اللي هو في غلط كده، اللي هو دماغي بتتشل كده، اللي هو الاقي في واحد حاطط قرآن، آيات من القرآن، بصوت بتلاقوا خاشعة جدا وحاجة زي الفل، على صور مثلا بلوجرز مشهورين، فيديوهات ليهم وهم بيرقصوا، ناس نساء، مش هقول ان هي متبرجات، يعني متبرجات دي حاجة خلع رجال، قلعة يعتبر، خلينا نقول بالمعنى الحرفي. فاللي هو في ايه؟ يعني ليه؟ وهو بيحطش غير آية واحدة بس، اللي هو يا حسرة على العباد. يا عم جميل، يعني يا حسرة على العباد، يا حسرة علينا احنا بالذنوب اللي احنا بنرتكبها وعلى كل شيء. بس انت مش عارف ان انت اللي بتعمله ده حرام. يعني يعني انت دماغك فين وانت بتعمل الحكايه دي؟ نفسي افهم اللي بيعمل حكايه زي دي هو دماغه فين، هو بيفكر ازاي؟ يعني ازاي انت تعمل حاجه زي دي؟ يعني انا عايز افهم، يعني بجد، يعني مش فاهم الموضوع. هو انت ليه بتعمل الفيديوهات دي؟ يعني بتطلع لي كتير وانا مبقاش عايز اعمل بلاغ ولا اعمل اي حاجه في الفيديوهات دي، او اعمل ان انا ان انترستد والكلام ده، عشان ما يطلعليش فيديوهات قرآن. عشان لو عملت كده في كل فيديوهات القرآن مش هتطلع لي تاني في البيج، يعني في الهوم بيج والصفحة الرئيسية والكلام ده. فأنا ما برضوش هعمل كده عشان الموضوع ده. بس أنا عايز أحط نفسي مكان الشخص اللي بيعمل الفيديوهات دي، عايز أفهم دماغه عاملة إزاي، عايز أفهم هو بيعملها ليه. يعني وحاولت، اللي هو طب ده المشهور الفلاني أو العلاني هو بيعمل فيديوهات فيها مشكلة، حرام، خلينا نكون صراحة، ولا فيها موسيقى، فيها كل حاجة حلو، انت تقوم جايب فيديوهاته دي شال من عليها الصوت والحاجات اللي هو مش عارف ايه، تقوم جاي حاطط عليها قرآن تقول يا حسرة على العباد. طب يا عمي، هو الفكرة لو الصورة ليه كشخص عادي مفيهاش مشكلة، ماشي، لكن المشكلة ان هو حاططها على فيديوهات رقص، اللي هو يا عمي هو ارتكب معصية، انت ارتكبت معصيتين. يعني ارتكبت له معصية ان انت شهرت الشخص ده وعايز تطلع ترند على قفاه، خلينا نكون صراحة. المعصية التانية إن أنت حطيت شيء ما ينفعش تحط على شيء تاني. يعني هو ما ينفعش تحط قرآن على الشيء ده، لأن هو لبس خادش للحياة، حركات ما ينفعش تعمل، كل حاجة يعني. والفيديوهات دي بدأت بشوفها بتنتشر قوي على يوتيوب، أنا معرفش على تيك توك عامل إزاي، لأني ما بدخلش الحمد لله على تيك توك ولا انستجرام ولا الكلام ده كله، هو بس يوتيوب اللي بفتحه. يعني ده يوتيوب، اما بالك بقى تيك توك اللي هو عامل مشكلة كبيرة اصلا، ولا اي منصات تانية، اللي هو يا جدعان في ايه؟ وكان في يعني فتوى على في خلينا اقول بس نصها على موقع اسلام ويب، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. بيقول لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن نشر الفيديوهات المشتملة على صور النساء المتبرجات لا يجوز مطلقا، سواء كانت دينية أم غيرها،
وهذا الحكم مبني على أمرين: الأول حرمة النظر إلى صور النساء المتبرجات، وهذا أمر جلي والأدلة عليه ظاهرة، قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن ذلك أزكى لهن إن الله خبير بما يصنعون. أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. معلش. ومن السنة ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه في الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، وزنا النفس تتمنى وتشتهي، وزنا الفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. والأمر الثاني حرمة الإعانة على المحرم، إذ من الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد جاءت أدلة كثيرة تبين أن من أعان على المعصية فإن عليه من الإثم مثل ما على من فعلها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى الهدى كان له أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بما بعده كتب له مثل أجره من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل ما وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء سواء، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فنشر الفيديوهات المشتملة على صور نساء متبرجات لا يجوز، ويخشى أن يوبئ نشرها بإثم من ينظر إليها. وقول الغاية من نشرها هي تعريف الناس بحقائق الخونة الكائدين للمسلمين، وليس نشر الصور التي تظهر بها النساء، كما ذكر السائل: لا ترزق ناشرها ولا تتيح، والغايات الحسنة لا ترزق ارتكاب الوسائل المحرمة. يعني الفتوى دي هي بتتكلم عن حاجة بسيطة، بتتكلم عن فيديو ثقافي أو تعليمي أو محتوى وثائقي في صورة لمتبرجة، مش فيديو، مش أي حاجة، لمتبرجة، مش كمان لا قلع الحجاب. ماشي. فما بالك بقى اللي بيحط حتى يقول لك لا تصح، لا يجوز، وضعها في الفيديوهات الدينية. فتخيل بقى واحد يعني دماغه مسوحاه وهو فاكر ان هو كده بيعمل إنقاذ للشعوب، وان هو بيبث فيهم الروح: انتوا خدوا بالكم انتوا بقيتوا فين بتاع. يا عم انت بتعمل ايه؟ يا عم انت بتشيل اسم اي واحد بيتفرج على الفيديوهات دي، تشيل اسم، لان انت حاطط الفيديوهات دي. يا باشا انشر الآيات اللي انت عايز تنشرها عادي، حط خلفية سوداء وحط الآية بتاع يعني. ولا انت عايز عشان تجيب شوية ريتش، عشان تجيب شوية لايكات، شوية بتاع، تعمل كده يعني؟ ما هو بالعقل، هو واحد هيعمل كده ليه؟ عشان يعمل ايه؟ ياخد شوية ريتش بتاع، الناس تعمل له سبسكرايب بتاع؟ لا يعني هو مش كده يعني. واتمنى اللي بيعمل الحكايه دي توقف. يعني انا عارف ان الفيديو ده مش هيوصل لحد، بس لو وصل، وامل في ربنا كبير ان الفيديو ده يوصل لواحد من اللي بيعمل الفيديوهات دي، ارجوك وقف. خد بالك اللي انت بتعمله ده حرام، ودور وابحث. يعني انا دورت ولقيت الفتوى دي قدامي. هو انا ما دورتش قوي يعني، هو انا بس فتحت حكم كذا كذا، طلع لي الفتوى، جيت قريتها قدامك. هي بتتكلم عن حكم نشر فيديو يحتوي على صورة متبرجة، مش فيديو انت جايب لي فيه واحدة قلعة وبترقص ومركب لي على القرآن. لا، هو بيقول لك
هنا صورة متبرجة. يعني انا مش عارف اقول ايه بجد، يعني مش عارف اقول ايه، ولا ازعل علينا ولا نعمل ايه يعني. ودي نفسي افهمها الحكاية دي بجد يعني. موضوع صعب. احنا للدرجة دي وصلنا للحالة دي، وصلنا ان احنا بقينا نعمل منكر اكبر من المنكر، واحنا بيتهيألنا ان احنا بنعمل حاجة صح يعني. للدرجة دي احنا وصلنا لمرحلة ان عقولنا بقت مغيبة للدرجة دي يعني. محدش فكر بياخد اي اجراء. يعني مش عارف اقول ايه ولا اعمل ايه، ولا اتكلم اقول ايه. الكلام اللي عندي خلص يعني. مش عارف الشخص ده هو يعني لو ما شفتش الفيديو، وانت المحتوى اللي بيظهر لك مثلا في ايات قرآنية وبتاع، فالمحتوى ده هيترجح لك لان في ايات قرآنية وبتاع. فانت هتشوف فيديو لنساء متبرجات، مش متبرجات، نساء عاريات، كاسيات عاريات يعني. هم عاريات يعني. اللي متغطي مفيش. هو بيتهيألي اللي هو قرأ بتاع، واللي هو والفيديو اللي يزعلك اكتر ان الفيديو جايب ريتش عالي يعني. يعني المصيبة الفيديوهات دي منتشرة قوي يا جدعان. خدوا بالكم يعني، بالله عليكم خدوا بالكم. خد بالك انت بتنشر ايه، خد بالك انت بتتكلم عن ايه، خد بالك انت بتعمل ايه. احنا في الاخر هنقف نتسأل على كل ده. هنقف نتسأل انت ليه عملت كده، وليه ما بحثتش قبل ما تعمل كده، وليه ما دورتش يعني انت عملت كده صح ولا غلط، ولا حرام ولا يجوز ولا مباح يعني. ولو انت فاهم ان انت كده بتوعي الناس، تقول لهم خلي بالكوا، انت كده بتجبرهم ان هم يشوفوا حاجات هم مش عايزين يشوفوها. فأتمنى أتمنى اللي بيعمل كده يوقف، والناس اللي بتتفاعل على الفيديوهات دي برضو أتمنى إنها ما تتفاعلش. لأن خلي بالك أنت على تفاعلك ده هتسأل، على كل حاجة عليها تسأل يعني. لما توقفها عندك خلاص يعني. لو تقدر توقف اسم حد بدأه وقفه، لو تقدر تستر على حد استر. لو يعني يا عمي بالله عليكم خدوا بالكم، خدوا بالكم انتوا بتنشروا ايه، بتعملوا ايه. لان احنا في الاخر هنقف نسأل، وساعتها يا هنقول يا رب نرجع عشان نصلح اللي احنا عملناه. ساعتها مش هينفع، خلاص ورقة الإجابة اتسحبت. فيا رب ناخد بالنا احنا بنعمل ايه، ناخد بالنا من تصرفاتنا، ناخد بالنا احنا بننشر ايه، بنتفاعل مع ايه، بنعمل ايه. يعني كل ده هيأثر يعني. وحاول على قد ما تقدر، لو انت واحد من اللي بتعمل فيديوهات دي امسحها. بالرغم ان لو الفيديوهات دي جايبه لك ريتش عالي وكل حاجه، امسحها. في الاخر مش هيبقى الشخص اللي عامل الحاجات دي هيخش هو فاكر ان هو عامل حاجه، فاكر ان هو عامل يعني حاجه هتنفع الناس، ان هو عامل حاجه بتضره هو وتضر الناس يعني. مش عارف اقول ايه، مش عارف اعمل ايه يعني مش عارف حتى اتصرف ازاي. هل اعمل ان انا غير مهتم بالمحتوى ده، ولا هل اعمل ان انا ابلاغ في المحتوى، ولا نعمل ايه؟ بس في الحالات دي هي هتضرني انا ان انا اعمل ابلاغ في المحتوى هاي. معلش على القطعه اللي جت في النص دي، بس نكمل كلامنا يعني. هو عايزين ناخد بالنا احنا بننشر ايه وبنتعامل ازاي مع الدين،
تتعامل ازاي مع الناس يعني. بتمنى ان ربنا يقدرنا وننشر حاجة تفيد المجتمع، يبقى علم ينتفعوا بيه، منبقاش من الفئة التانية اللي هو ننشر سيئة ترد علينا سيئات واحنا قاعدين ما بنعملش اي حاجة، بالرغم من ان احنا في عرض حسنة واحدة بسبب كثرة الذنوب اللي احنا بنقعد نعملها. ف يا ريت اللي يعرف حد بيعمل فيديوهات دي يقول له وقف، يعرف حد يعرف يوقف نوع المحتوى ده بأي طريقة كانت من غير ما تقع عليه ضرر ولا هو ينضر، يا ريت. لو انت شخص من اللي بتعمل ده او بتفكر تعمل ده، يا ريت ما تعملوش. يعني لو انت بتفكر يا ريت ما تعملوش، مش يا ريت، هو انت ما تعملوش اصلا لانه حرام. ودور ورا الموضوع، دور وتعمق. يعني انا ما تعمقتش في الموضوع قوي، يعني انا استليت بحاجة يعني فيها يقول لك نساء متبرجات، انا ما قلتلكش نساء كاسيات عاريات. ما دورتش ورا حاجات اللي هو ورا الكلام ده. فخد بالك انت بتعمل ايه، خد بالك انت بتتابع مين، تتفرج على مين. لان كان زمان يقول لك قل لي من تجالس ومن تصاحب اقول لك من انا. دلوقتي قل لي من تشاهد، من تتابع، من تقرأ له، ومن تتحدث معه اقول لك من انت، من تشاهد ومن تتابع. دلوقتي احنا بقينا نقعد على السوشيال ميديا وبقينا نقعد نتفرج على فيديوهات ونسمع ريلز ونعمل كل ده اكتر ما بنقعد مع عينينا، اكتر ما بنمسك كتاب الله ونقرا، اكتر ما بنجيب كتاب نقعد نقرا. يعني بجد في الحالة دي اللي فيها نقول يا حسرة على العباد. العباد اللي له عن الدنيا، له في الدنيا وتركوا الآخرة، وأنا منهم، أنا مش بعيد عنهم. يعني أنا بقضي ساعات كتيرة قوي على يوتيوب وعلى منصات السوشيال ميديا، معظمهم على يوتيوب. مش ببرر لنفسي واقول ان انا بتعلم كورسات من على يوتيوب ولا الكلام ده، لا. الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها على يوتيوب معظمها فيديوهات يعني ملهاش قيمة، بس هي فيديوهات ترفيهية يعني، بس مش اكتر من كده. و بس نحاول نقلل الكلام ده، نحاول ناخد بالنا احنا بنتفرج على مين وبنتابع مين وبنعمل ايه وبننشر ايه، نتفاعل على ايه. لان احنا هنيجي في الاخر ونتحاسب على كل لايك عملناه على فيديو، كل كومنت سيبناه في فيديو، كل حاجة عملناها هنتحاسب عليها. يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا ريت يا ريت ناخد بالنا احنا بنعمل ايه على قدر الامكان. انا عارف ان هيبقى في ذنوب، وعارف ان هيبقى في سقطات، وعارف ان هيبقى في حاجات كتير قوي، بس نحاول نقوم. الكلام ده ليا قبل ما يكون لأي حد تاني. ناخد بالنا يا ريت، ونحاول ننشر الشيء اللي هنقبل عليه بعد كده. وتقريبا الفيديو اللي هينزل قبل ده هو الفيديو بتاع من سن سنة حسنة. فيا ريت ناخد بالنا. وفي الآخر سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.